اصحابي وحشتوني جدا. هنعمل مع بعض النهارده افتكاسه بطاطس بطريقه حلوه جدا وسهله وشكلها برضو شيك، لو حبينا نعملها قدام في عزومه او في حاجه زي كده، وسهله جدا. معانا بصل مفروم، معانا لحمه مفرومه، معانا توابل، زبده، زيت. هنعصج اللحمه وبعد كده نجيب بطاطس نقشرها ونقورها عادي كأننا بنقور محشي عادي، هنحشيها لحمه مفرومه بعد ما نعصجها. هنعصج اللحمه، حاطين طاسه نحط عليها حبه زيت، وهننزل عليها بمكعب زبده، هننزل عليها بالبصل اللي احنا فرمناه، هنحط حبه ملح صغيرين، واحنا بنشوح البصلايه مش هنحط توابل عشان التوابل ما تمررش. شوحنا البصلايه مش قوي، خدت لون مستكاوي، وهننزل عليها باللحمه المفرومه. عصجنا اللحمه خلاص اهي، خدت اللون بتاعها. توم باودر، كمون، ملح، بهارات لحمه، حبه فلفل اسود اختياري برضو يا جماعه، مش بس انا عشان بعشقها الخلطه دي. مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي، تحفه. هنحط البطاطس نشوحها في نفس الطاسه اللي هي بتاعه اللحمه عشان تاخد نفس طعم اللحمه. خليكم معايا. البطاطس بعد ما اتشوحت وخدت طعم اللحمه، هنبتدي بقى نحشيها. القطعه اللي تحت اهي مش هنرميها طبعا، هنعمل كده، حطيناها كده، وهنرص عليها البطاطس، وهينزل عليها الصوص الابيض، وهتتاكل هتبقى طعمها جميل جدا، ومنبقاش حضرنا حاجه كده. بصوا وقفت معانا بسلاسه البطاطس عشان هي خلاص. وعملنا الكريمه، مش بقدر اقول عليها البشاميل عشان انا بعملها كريمه. نضيفها على البطاطس بالشكل ده، طعمها وريحتها حلوه جدا وسهله عرايس الجداد، وحاجه كده يعني احنا بنزهق من كل يوم هنعمل ايه، فدي حاجه جديده وسهله، وفي نفس الوقت لو حد حابب ان هو يعرف حاجه اكتر يتواصل معايا، وبحبكم قوي.